مساء الفل. كتير منكم سألني عن منحة رواد مصر الرقمية ليبا وإيه اللي بنتعلمه فيها. النهاردة هوريكم مشروع التخرج اللي قدمته وإزاي غطينا فيه 3 أنواع الأساسية من التستنج: مانيوال، أوتوميشن، إب عشان نضمن جودة السوفت وير تكون 100%. مساء الفل. في مشروع ليبا كان مطلوب مننا نعمل بروجكت يضمن 3 حاجات. أول حاجة نكون بنطبق المانيوال تستنج، تاني أوتوميشن تستنج، تالت إب تستنج. يعني كل التستنج اللي احنا اتعلمناه عايزين نطبقه في بروجكت واحد. فبدأنا نختار أكتر من موقع. طبعا غيرنا المواقع عشان نطبق أكتر ونتعلم أكتر. بالنسبة للمانيوال تيستنج احنا اشتغلنا على موقع ديمو بلايز، ده طبعا ديمو عشان كنا نجرب براحتنا. في البداية أول حاجة عملناها إن احنا حللنا الريكويرمنت وكتبنا تيست كيسز لكل جزء في الموقع عشان نضمن إن اليوزر فلو شغال صح. طبعا هو فيه مديول كتير فاحنا قسمناها كمديول. طبعا أنا شرحت ده في فيديو قبل كده، لكن نمشي مع بعض على السريع. تاني جزء معانا خلينا نشرحه برضو بما اننا في جوجل شيت، هو ال API testing. نفس الكلام، احنا اخترنا موقع ديمو واشتغلنا عليه وقسمناهم برضو كمديول وبدأنا نكتب التست كيسز. طبعا عملنا كوليكشن على بوست مان، نفس الكلام اللي انا شرحته بالظبط. كل حاجة كانت موجودة، كل حاجة الحمد لله قدرنا نغطيها. ده جزء بسيط من التست كيسز. طبعا لو كان في بج كنا بنكتب لها بج ريبورت. تمام. تالت حاجة معانا وهي الاوتوميشن تيستنج. طبعا التول بتاعتنا هي انتليجي. فبدأنا ان احنا نقسم برضو الموقع كمديول، كل واحد يشتغل على اكتر من مديول ونقسمهم ونكتب الكود. خلينا ارن جزء بسيط ليكو. ده انا حاولت اجمع اكتر جزء من الكود. تمام، انا برضو شرحت ليكو الموقع ده واشتغلنا عليه. الاوتوميشن سكريبت كان باستخدام السيلينيوم، فهنا بنخلي الكود هو اللي يفتح المتصفح ويعمل تيست لوحده، وكل ده بصراحة ده الجزء الممتع في البروجكت. مجرد ما نكتب كود تعمل رن ويمشي لوحده. طبعا استخدمت تيست جي، كان بيقولي انا عملت كام تيست نجح وكام تيست فيل. هو الفلو طويل شوية لان انا كنت مجمعة عدد كبير. طب سؤال كده، احنا ليه بنعمل اوتوميشن اصلا؟ هقولك، علشان هو بيعمل حاجات كتير تبقى اوريدي جاهزة. يعني احنا بس بنحتاج من فترة لفترة نرن، يعني بدل مثلا اكتب كود انا عايزة اتأكد ان الجزء ده تمام، مغيرش الاي دي مغيرش الكلاس، انا بس رن كده على طول. فالاوتوميشن سكريبت دول عشان اتأكد ان الحاجات دول تمام وما حصلش فيهم اي تغيير. يلا، الحمد لله كل حاجة كان بيبقى تحتها زي مسج يقولي انا تمام، كل حاجة نجحت معايا. ده جزء من الاكواد. ده remove add to cart login. برضو ده فيه جزء ممتع، ممكن اعمل لي run. يبقى في النهاية احنا واحنا بنتكلم بنقول استخدمنا تول كذا وعملنا السيناريو كذا والسيناريو كذا، والسيناريو ده انا عملته عشان احاول اكبر الاكشن اللي في الموديول كذا وموديول كذا. فمثلا انا لو عندي 4 سيناريو فدول عملنا ليهم كفرج للسيستم كله.
يعني انا بحاول اكفر السيستم باقل عدد من السيناريو. كل سيناريو بيبقى فيه اكشن مختلف، عملنا ليه كفرج ممكن باقل عدد ممكن من السيناريو. انا عاوزه اغطي كل حاجه بس بعدد قليل، هو ده التستر الشاطر. عشان كده اخترنا السيناريو كذا. وبالنسبه للاي بي اي فكان التول بتاعتنا طبعا عارفينها بوستمان، وعملت كفر لكذا وكذا وكذا. فاحنا بس مش بنتكلم كتير وما نحاولش نصعب الدنيا على نفسنا. و بس كده، سلام. مشروع ديبا كان تجربة غنية جدا، وبنصح أي حد مهتم بالمجال يقدم فيها. لو عايزين تفاصيل أكتر قولوا اسألكم في الكومنتات.